في هذه الحلقة نتناول تنصير أبناء المسلمين في الخليج في شبه الجزيرة العربية حيث مهد الإسلام، حيث يدفع ملايين المسلمين مئات الملايين من الدولارات كي يدمروا أبنائهم، كي ينصروا أبنائهم دون أن يدروا. فحول هذه المصيبة والكارثة وإفساد الأبناء بأيدي الآباء وبأموالهم وخدهم وعرقهم معنا الأستاذ حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. حياكم الله أستاذ صابر. أستاذ حسن، هل عندكم في الخليج أو في الإمارات تحديدا عندكم مدارس تقوم بعمليات تنصير أبناء المسلمين؟ المدارس التبشيرية الحقيقة هي الأساس، يعني هي التي تسيطر على الوضع. يعني في دبي تسيطر على الوضع التعليمي، يعني كمدارس الخاصة هي الأساس. مثلا في دبي كنموذج هناك 79 مدرسة حكومية يقابلها 148 مدرسة خاصة. بتقول إيه؟ 79 مدرسة حكومية دي 148 مدرسة خاصة، مدرسينها تقريبا يعني. نعم. فالمدارس الخاصة دي مدارس مملوكة للمسيحيين ولا للمسلمين؟ يعني هي المسلمين أيضا يملكون مدارس خاصة، لكنه النسبة الأشد والأكبر هي للنصارى ثم للهندوس. يعني الترتيب هكذا: النصارى يملكون أهم وأكبر وأخطر المدارس، يأتي الهندوس ثانيا، ثم يأتي المسلمون ثالثا. هذا هو يعني الترتيب. يعني التعليم في الإمارات يسيطر عليه النصارى أولا، الهندوس ثانيا، والمسلمون درجة ثالثة. نعم، هذا هو بالضبط اللي حصل للأسف. وأول مدرسة تبشيرية يعني عرفت بشكل التبشيري، بحيث أن الذي يديرها راهبات، الذي أسسها والذي يديرها راهبات بزيهن يعني كراهبات، هي المدرسة التالية: مدرسة راهبات الوردية. هذه أسست في أبو ظبي عام 1969 بزيها. إلى الآن هناك من 45 نعم. يعني هناك صورة بالأسود والأبيض للراهبة الأساسية. احنا بنعرضها يعني. نعم، 1969. وبعد مرحلة عندما بدأ المسلمون يعني ينتبهون لخطورة مثل هذه المسميات، غير اسمها، وهي إلى اليوم في أبو ظبي غير اسمها من راهبات الوردية إلى الوردية فقط. هي المدرسة اسمها إيه يعني؟ هي راهبات الوردية، أحد مدارس التبشيرية العالمية والمستقرة في لبنان وفي الشام عموما، يعني في فلسطين وفي الأردن. المدرسة دي مدرسة أجنبية جاءت إلى الإمارات. نعم، وفتحت اسمها إيه في الأجنبي؟ والله يعني لا أدري، روزري كذا حاجة، يعني شيء ترمز إلى الصليب الوردي. هناك أحد الرموز في الأداء التبشيري النصراني هو الصليب الوردي، فهؤلاء يمثلون هذا المسار في التبشير. يعني هي المدرسة اسمها الصليب الوردي. نعم، يعني قد يتفاجأ الآن من يسمع من شباب الإمارات أو أهل الإمارات بأن مدرسة الوردية الموجودة الآن في أبو ظبي وفروعها في الإمارات كلها هي أصلها راهبات الوردية، أزيل اسم الراهبات وبقيت مدرسة الوردية، لكن شكل الراهبات لا يزلن موجودات. يعني مديرة هذه المدرسة بزيها كراهبة. كم فرع تقريبا في الإمارات يا أستاذ حسن؟ ما عندي الحقيقة إحصائية، لكن عندي إحصائية عن مدرسة أخرى التالية. المدرسة. طب لا، مين اللي بيفتح لمدرسة الراهبات الوردية المدارس دي كلها يعني؟ يعني هو المنظومة الحكومية، يعني الشكل الطبيعي أو الشكل. مين من الحكومة؟ من في الحكومة الذي يدعم هذه المدارس؟ عندنا مسارين: مسار قانوني والمسار الحقيقي الخلفي. المسار القانوني أن أناس يأتون إلى التعليم الخاص، وهو شعبة في وزارة التربية والتعليم، يتقدمون بطلب لتأسيس مدرسة، يستوفون المتطلبات، يأتون برأس المال، يسجلون يعني يضعون رأس مال في البنوك إلى آخره. هذا الشكل الظاهر. أما الشكل الحقيقي هو أن هؤلاء المبشرين أو النصارى يذهبون إلى رؤوس الحكم في البلد، يتفقون معهم على وضعية معينة، يتفقون على شراكة، وبالتالي المدارس هذه مدعومة برأس مال إماراتي في المقام الأول. يعني رأس مال الإماراتي ما لا يقل عن 60% من رأس مال هذه المدارس التي تسهم في إفساد أبناء وبنات المسلمين هو رأس مال إماراتي. فهناك منظومة في الحكم، في رؤوس الحكم، يعني هناك وزراء وهناك متنفذين في الحكومة، سواء كانوا بالذات في أبو ظبي وفي دبي، هم مسؤولين أو مشاركين في تأسيس هذه المدارس. أنت حضرتك أعطيتني مجموعة من الصور، لو شرحتها للمشاهدين يعني. نعم. نعرضها على الشاشة الآن. يعني إحدى الصور هذه إحدى أهم راهبة لا أعرفها الحقيقة، يعني أسست مدرسة راهبات الوردية مع الشيخ زايد تقابله. الشيخ زايد كان له دور في المسألة دي؟ نعم، يعني الشيخ زايد هو بلا شك أساس في هذا، هو راشد بن سعيد حاكم دبي. فهي تقابله وتعطيه يعني أو يعطيها الموافقة على بناء هذه المدرسة والبدء فيها. المدرسة الثانية هي الراهب الصالح.
الراهب الصالح. هذه المدرسة تأسست عام 1971 في دبي، ودورها خطير جدا أيضا الآن 45 سنة وهي تقوم بدور خطير، ولها فروعها أيضا على مستوى الإمارات، لكن دبي متخصصة فيها. هذه أيضا غير اسمها يعني لما انتبه الناس إلى موضوع الراهب، لأن أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى وجد علماء في الإمارات قاوموا المد التبشيري بشكل كبير جدا، كان على رأسهم الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله بن علي المحمود رحمه الله، كان أهم من يقود حرب المبشرين والنصارى في الإمارات. فلما بدأ الناس يتوعون، وكان أيضا للإخوان المسلمين وللتيار السلفي دور كبير جدا في توعية الناس وطباعة يعني كتيبات عن أثر التبشير ووجوده وحقيقته، غيروا المدرسة من اسم الراهب الصالح إلى الراشد الصالح على راشد بن سعيد حاكم دبي. يعني تخيلوا ألحقوا المسألة براشد بن سعيد حتى يعموا على حقيقة هذه المدرسة. لكن المدرسة لا تحتاج إلى تعنية، لأن الذي لا يقودها لا يزال هم رهبان يعني نعم من الصليب. الطالب يوميا في الراهب الصالح هذا أو الراشد الصالح أو في الوردية لابد أن يتصبح بالصليب على يعني على صدر المديرة تستقبله بصليبها. هذه المدرسة الثانية. مدرسة تفضل. الأخطر من هذا هي مدرسة الشويفات اللبنانية المارونية التي سبقا ذكرتها، التي المارونية دول بتوع لبنان. نعم، الذي تأسس في قلبها حزب الكتائب اللبناني الشوفيني العنصري الذي قتل المسلمين على الهوية في بداية السبعينيات. حزب الكتائب الماروني يقتل في لبنان الفلسطينيين وأهل السنة ويبقر بطون الحوامل. والمدرسة هذه يعني بكافة كوادرها تنتقل إلى الشارقة إلى الإمارات، وحاكم الشارقة سلطان محمد القاسمي يعطيها موقع يعني بناء مجاني وهو مخلفات القاعدة البريطانية في الشارقة. نادي الضباط الإنجليزي يعطيه إياه مجانا حتى تفتح خلال شهر كانت قد بدأت تدرس أبناء المسلمين. هذه المدرسة الآن الشويفات التي تأسست عام 1975 في الإمارات في الشارقة، لها فرع في الشارقة، فرع في دبي، فرع في أبو ظبي، فرع في العين، فرع في أم القوين، فرع في رأس الخيمة. 6 فروع أساسية لما تقبل عليها تقول هذا بناء جامعة وليس بناء يعني مدرسة. ده اخطبوط مسيطر على الإمارات كلها. نعم، هذه المدرسة الحقيقة هي التي استوعبت يعني أبناء الإمارات بالذات علية القوم، رجال الأعمال، أبناء الحكام والشيوخ الذي يستطيع أن يدفع يعني أبناء الحكام والشيوخ. نعم، يعني هذه أبناء الشيوخ كلهم درسوا في مثل هذه المدارس. لم يذهب أحد من أبناء الشيوخ إلى المدارس الحكومية. كان لما وقت الفقر كانوا أبناء الشيوخ يدرسون معنا في الستينات والخمسينات، كانوا يدرسون معنا وشأننا شأنهم. لكنه عندما بدأت دائرة البترول وإنتاج النفط وبدأ الغناء يظهر وبدأ التركيز على دولة الإمارات بشكل كبير جدا كأحد بدائل هونغ كونغ، يعني الإنجليز خططوا لكي تكون دبي والإمارات أحد بدائل هونغ كونغ وإعادتها إلى الصين منذ بداية الستينيات. فهذا أثره متى خرج بداية السبعينيات، نهاية السبعينيات عفوا. فهنا أبناء الشيوخ وعلية القوم كلهم ذهبوا إلى هذه المدارس، وعلى رأسها مدرسة الشويفات. يعني الإماراتي الذي لا يقبل على عرضه أن يرى أحد شعر ابنته، بعد ذلك قبلوا نسبة كبيرة جدا للأسف قبلت بأن البنات يلبسن الجينز ومراهقات وعمر 17 و18 سنة مع الأولاد، مع الهندوس، مع أبناء النصارى، مع كل أشكال العالم، يعني يخرجن يعيشن. وفترة طويلة جدا الدراسة تبدأ الصباح وتنتهي المساء. فانظر أثر هذا التعليم طوال 45 سنة الآن. طب ده موضوع خطير كده يا شيخ حسن. نعم، الحقيقة أن الاختراق. والمسلم بقى بيدفع كام $1000 شهريا في السنة عشان ينصر بنته أو ابنه؟ يعني الرسوم الدراسية الحقيقة يعني وصلت إلى منطقة خيالية جدا. يعني الآن طبيعي مدارس يدفع فيها الإماراتيون في السنة للطالب 150,000 درهم. يعني رسم يعادل كم دولار؟ 150,000 درهم، يعني يقول 30,000 أو ما بين 30 إلى 40,000 دولار. هذا رسوم يعني المسلم هذا متوسط. هذا هناك أعلى. المسلم يذهب ويدفع أموالا للنصارى. نعم. ويقول لهم نصروا ابني أو ابنتي. بل إنه تخيل في دبي يعني مردود مما وجدت من إحصائيات أنه نتيجة لخصخصة التعليم، المردود السنوي من التعليم الخاص في دبي وحده $1 مليار يبلغ. $1 مليار هذا الناتج العام من التعليم الخاص كل ده في جيوب النصارى في الإمارات. طبعا كله يذهب لأصحاب المدارس الخاصة. بل إنه الأخطر ما هنالك أن هذه المنظومات الآن حدثت بدرجة خطيرة جدا وتولتها منظومات دولية. يعني الآن نحن نتيجة للعولمة
فهناك منظومات تعليمية عالمية تهيمن بحيث تضمن أن المخرجات التعليمية موحدة على مستوى العالم وفق ما يريد النصارى، وفق ما يريد الأمريكان والأوروبيون. أحد هذه المنظومات هي منظمة جيمس أو مؤسسة جيمس على مستوى العالم، التي يرأسها بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق. بيل كلينتون له زيارات يعني كل شهرين ثلاثة لازم يوجد في الإمارات. لماذا؟ لأن هذه منظمة عالمية لها مركز رئيسي في الإمارات وتحتها مجموعة كبيرة جدا. بيل كلينتون شغال في التنصير، وأين سيذهب يعني بيل كلينتون ولا كارتر؟ أين سيذهبون؟ هذا هو مسارهم الطبيعي هم وجدودهم. يا عم دول ناس علمانيين ما لهمش في السجن. نعم، هذا ما يقوله عفوا المغفلون من المسلمين، لكنه هو هذه مسيرة مولانا. نعم، الشاهد أن يعني منظومة الجديدة الآن لما أدخلوا عليها هذه. وتوني بلير راخر قاعد يلف راخر. نعم، ذاك مستشار اشترته وباعته الإمارات، أصبحوا أيضا رخيصين. يعني كانوا من قبل يعني غاليين، لكن الآن أصبحوا رخيصين رخص التراب. يعني مثل توني بلير تستطيع الإمارات أن تشتريه وتبيعه، بل إنه حتى هذا رئيس الوزراء الحالي البريطاني كذلك يعني يعمل لصالح الإمارات. بيعمل لصالح الامارات ولا هو اللي بيشغله من صالح بريطانيا؟ الحقيقه في شراكه، يعني هناك شراكه. صحيح ان العين ما تعلو على الحاجب، يعني طبعا اللي شغل الثاني والمشرف على الثاني هم النصارى، بعد ذلك ياتي المسلمون. لكن هناك في شراكه، هناك تفاهم، وحماسه الان الشركاء اللي هم دون يعني بلغت لخدمه النصارى، بلغت مستوى خطير جدا كما نرى، سواء على المستوى التعليمي او العسكري او الامني او غيره، يعني من المسارات. طيب أستاذ حسن، يعني الوقت يداهمنا، يعني في دقيقة يعني ماذا تقول؟ الوضع الحقيقة التعليمي يعني في الإمارات دخل إلى منطقة خطرة جدا. الإحصائيات تقول بأنه يعني هناك يعني 200,000 طالب يدرسون في المدارس الخاصة، وهناك 200,000 طالب. نعم، وهناك 39,000 طالب فقط من الإمارات. يعني فتخيل الفارق كيف يعني شاسع. في ظل هيمنة النصارى والهندوس، وفي ظل برامج العولمة، وفي ظل البنية التحتية التي بنيت في الإمارات الآن بالترفيه، الديسكوات. يعني تخيل أن في دبي الآن صدر ترخيص للديسكوات ومراقص للأولاد من سن 12 سنة. نعم، نزلوه من 18، كان مطلوب 18 عشان يدخل واحد للديسكو، الآن نزلوه إلى 12 سنة. ديسكو البنت اللي عندها 12 سنة الآن للأولاد، لا أدري البنات هل سمح لهم ولا لا. يعني هم رجاله يطلعوا وسطهم مايس ولا مؤاخذة يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فالإمارات الحقيقة ماضية إلى منطقة يعني خطيرة جدا. هناك يعني في دبي وحدها 53 مدرسة تتبع المنهج البريطاني، 32 تتبع المنهج الأمريكي، 32 تتبع المنهج الهندي، 3 مدارس تتبع المنهج الباكستاني. تخيل هذا المدارس الأجنبية التي لا تدرس باللغة العربية ترتيبها بهذا يعني الشكل في الإمارات. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن، وفي الحقيقة يعني أحزنتنا وأحزنت كل مسلم، فنشكرك شكرا جزيلا. وفي الحقيقة هو حذرنا وحذر كل مسلم من أن المسلمون في الإمارات، ويعني الإمارات طبعا نموذج السابق، وفي الخليج والعالم الإسلامي كله في خطر عظيم، وقد تتحول الإمارات إلى الأندلس، إلى أندلس أخرى، وقد تلحقها بلاد أخرى إلى أندلسيات. ونقول بعد ذلك، أو يقول علينا أحفادنا: ابكوا كالنساء، ملكا لم تحموه كالرجال. فطبعا ندق نقوس الخطر إلى أن مستصغر النار تأتي من، أو الحريق يأتي من مستصغر الشرر، بل الأمر طبعا لم يعد مستصغر الشرر بل مصائب طبعا، والسيطرة وتحزيم المسلمين وبنات المسلمين. وأصبح المسلم يدفع أموالا كي تذهب ابنته تجلس بجوار ولد بريطاني أو إنجليزي أو حتى مسلم يعاكسها ويتحرش بها، وكل هذا بفلوس. يعني الأب يدفع كي يتم التحرش بابنته. فأعاننا الله سبحانه وتعالى على وقف كل هذا الهزل، ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وننتظركم في الحلقات المقبلة، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.